ايه رأيكم في صينية الخضار الجامدة دي؟ بأمانة تحفة. ولا شوية الملوخية دي، شايفين قوامها وقدرها؟ الرز المفلفل شايفين؟ شوية بقى بتنجان حلوين كده يفتحوا النفس. يلا ابدأي معايا الفيديو ونشوف عملنا الأكل الجميل ده ازاي. أول حاجة تبدأي بيها، معايا صينية على النار. طبعا فراخك بتكوني منضفاها ونقعاها وزي الفل، يا دوبك كانت جا صدمة. يبقى احنا عملنا ايه بقى؟ عطينا للفراخ بتاعتنا صدمة. بصي حمرناها اهي، هي ونية. ونفس الطاسة اللي احنا حمرنا فيها الفراخ نزلنا ببصلتين جوليان، يا دوبك هنشوحهم. شايفين البصلة هي داخلة على لون الصفار بتاعها. تنزلي بالخضار بتاعك. معايا بسلة وجزر، بتقلبيهم. انا معلقتش فاصوليا عشان هعملها بسلة وجزر. خلاص. اول ما البصل دبل نزلت بالبسله والجزر. معايا بطاطس مقطعه مكعبات كبيره شويه. معايا كوسه برضو مقطعاها كبير شويه. يبقى اول ما البصل دبل معاكي تنزلي بالبسله والجزر، وبعدين بتنزلي بالبطاطس والكوسه كده تمام. تفضلي تقلبي فيهم تقلبتين. لو الفاصوليا موجوده حطي برضو فاصوليا، هتديكي طعم جميل جدا. خلاص. تفضلي تقلبي فيهم شويه بس لحد ما ريحه الخضار يطلع معاكي كده. تنزلي بالبهارات بتاعتك. بهارات فلفل اسمر، حبهان، 2 مكعب مرقه، ملح. قلبي بقى الخضار بتاعك عشان احلى ريحه. وانتي بتقلبي كده محضره معايا فلفل الوان وقرنين فلفل حراقين. انزلي بالفلفل بتاعك. اخر حاجه بتنزلي بيها الطماطم. معايا 3 طماطم متقطعين، 3 طماطميات مقطعاهم مكعبات. بتقلبي بقى كويس. في المرحله دي بقى بتحطي لها كوبايه ميه. فاهم؟ هي وبتغلي بقى كده هيقيها بس كويس من الملح. تنزلي بالفراخ بقى بتاعتك. وهي دي شكل الفراخ بتاعتنا. يا دوبك هتغلي لمدة 10 دقايق على النار. بورق فويل بتقفليها وبتحطيها جوه الفرن. تقعد معاكي يا دوبك نص ساعة. بتشيلي الورقة بتديها وش تحمير كده. هي خلصت معانا. بصوا شكل الفراخ. من عقبال ما الفراخ بتاعتنا تستوي احنا قلنا هتاخد يا دوبك 10 دقايق من فوق بس على النار من فوق. من عقبال صينيه الخضار بتاعتنا تستوي نكون عملنا شويه رز بشعريه، لان هي مش هتتاكل الا بشويه رز حلوين كده. خلاص. يعني شويه شعريه بحمرها. الشعريه بتاعتنا احمرت. انزلي بالرز بتاعك.
ما تزيديش دلوقتي الشوربه بتاعتك، يعني لما تحسي الرز بتاعتك نشفت شويه. عايزه تزيدي ميه براحتك، عايزه تزيدي شوربه براحتك. كوبايه الرز لو انت ما بتعرفيش تعايريه، كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، خلاص هتحطيها بقى ميه شوربه دي بتاعتك انت كده. انا الرز بتاعي بصي نشف ازاي. في المرحله دي بتزيدي الرز. بصوا انا كده زدت الميه بتاعتي، انا بزيده بشوربه، ما بحبش الميه. بتغطيه اول ما يشرب الشوربه بتاعته او الميه، بتوطي النار خالص وبتسيبيه بقى يستوي براحته. الصينيه بتاعتنا يا دوبك كملت 10 دقايق. اغطي وشها بفويل وتدخليها جوه الفرن، بتقعد بالظبط نص ساعه. بعدين تشيلي الورقه يا دوبك تحمري وشها كده، خلاص يبقى معاكي الصينيه استوت وتبقى زي الفل. شايفين شكل الرز استوى معايا ومفلفل وجميل. الرز استويت، الرز كده معايا خلص. يبقى كده الرز استوى معانا. صينيه الفراخ في الفرن. تعالوا نعمل شويه ملوخيه بقى حلوين كده. انا هعمل ملوخيه خضراء. حطي انتي وبتسوي الملوخيه بتاعتك فص توم صغير ني وطرف المعلقه سكر، تدي قوام حلو قوي. وكل ما تقلبي الملوخيه الخضراء بتديكي قوام وعرق. فهوريكي دلوقتي. قلبيها الاول، فككيها الاول. شايفين قوام الملوخيه؟ بصوا العرق بتاعتها. طول ما انتي بتقلبي الملوخيه حاولي تعملي الحركه دي فيها كتير، هتربي لها عرق. متغليهاش كتير على النار. بصوا هي غلت يا دوبك غلوتين وخلاص كده. شيليها بقى واعملي الطشه بتاعتها. معلقه توم على معلقه سمنه. نعمل الطشه بقى للملوخيه. ننزل بمعلقه كزبره صغيره. انا حلو قوي كده. شايفين شكل الملوخيه وخضرها تحفه. وهي دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ايه رايكم بقى؟ وهو ده شكل اكلنا النهارده. يا رب يكون عجبكم.